السلام عليكم، نتمنى نلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما شفتوا بديت معكم النهار من الصباح، فدابا كنوجد الفطور ديالي واللي هو هذا المشروب هذا، ويعني غادي ناخذ فطور خفيف وبغيت نبارطاجي معكم هذا المشروب هذا اللي فعلا لقيت عليه مؤخرا راحتي، فوليت كنشربو، وليت كنحس بانني كندوز داك الصباح مرتاحه، يعني ماشي مرخيه، ماشي في داك الخمول، كنحس براسي يعني اكتيف في النهار. فهذا المشروب هذا عباره عن سل والماء سخون والنعناع فقط. كنحاول انني نقلل شويه من اتاي، حيت فعلا انا مدمنه عليه واحد الدرجه. بزاف الناس اللي كيعرفوني عارفين هذا الشيء هذا، فلدرجه انني الا ما شربتش اتاي في الصباح، يعني ولو خصني ما نفوتش هذيك الفتره الصباحيه، يعني الا ما شربتوش في الصباح فكيبقى يضرني راسي بزاف، يعني ولو انني نعاود نشربه من مور ما يجيني داك الالم ديال الراس، فراه ما غاديش يحبس ليا داك الصداع اللي كيجيني في الراس. داكشي علاش وليت مؤخرا كنصبر وكنحاول انني نقلل منه، باش حتى انا ما نبقاش دائما كنعاني من داك الالم ديال الراس. فبغيت نبارطاجي معكم، وفعلا كانت نصحتني به صراحه لوسه ديال لوستي اللي هي اخت ديال الزوج ديالي، فهي نصحتني به، فلقيت عليه مؤخرا راحتي وقلت نبارطاجيه معكم وكنسلم عليها من هذا الفيديو هذا. فنكملوا الفيديو ديالنا من الصباح. المهم خديت الفطور ديالي كيف ما كتشوفوا، موراها مباشره دزت باش نبدا في الاعمال ديال الدار. نقول لكم على هذا البرودوي هذا ما تحاولوش ديروه في هاد البلايص اللي درتهم انا، حيت كنت درتهم وصراحه ندمت بزاف، لانه خرج ليا على هذوك لي زاكسسوار ديال الحمام كاملين. كيبان لكم هنا ما كان فيهم والو، ولكن من مور ما غسلتهم تصدمت. فماشي مشكل واخا خرجنا عليهم من شي بلايص، ولكن ماشي مشكل باش ما نعاودوش نغلطوا. بالنسبه لهذاك البرودوي كان كيسحب ليا هو داك الو، فانا كنت شفت الو بغيت نهزو، ما عرفتش كيفاش طرا في الوقيته اللي كنت كنتقضى، وهزيت هذاك حتى للدار، عاد لقيت بانه السميه مبدله، فهذا تيشبه ليه يعني. مهم انا عموما يعني فيما تبغيو تغسلوا هاد لي زاكسسوار ديال الحمام، من الافضل ان تغسلوهم غير بالسائل ديال الماء اللي كنغسلوا به العادي، ولا غير بالتيد عادي، يعني بلا ما تحاولوا انكم ديروا لي برودوي، حيت كيخرجوا عليهم هو نتوما غادي تشوفوا النتيجه ديال كيفاش ولاو من بعد ما استخدمتهم. يعني كان عادي، كانوا مسخين عادي، يعني غتغسليهم، ولكن ملي درت لهم برودوي فخسروا لي للاسف، ولكن ماشي مشكل، هادشي اللي مكتاب ليهم. كيف ما شفتوا ها هما لي زاكسسوار كيفاش ولاو من بعد، فانا غنبينهم لكم مباشره. فصافي ولاو هكذا، بحال الا كيبانوا بانهم تصداو ولا كيبانوا بانهم ولاو مسخين، ولكن راه غير البرودوي اللي دار لهم هادشي. المهم صافي مباشره دزت كنحيد هذاك الشيء اللي قدام عندي هكذا في الحمام. المهم بدلت هاد الشيتات ديال السنان حتى هما حطيتهم جدادين، نحيد داك اللي قدامين، وفي نفس الوقت بحال هكذا ملي
كون كنبغي نوجد شي حاجه فكنبدا بالحوايج اللي غياخذوا ليا الوقت، يعني غادي نخمل شي حاجه، غادي نسيق شي حاجه كنبدا بها هي الاولى، عاد كندوز كنشوف اللي غادي نوجدو غادي نطيبو ولا شي حاجه، فكن ديك الساعات كندخل الكوزينه. بالنسبه لهنا انا كنت ديجا عجنت العجينه ديال المسمن، خليتها ارتاحت على خاطرها صافي ولويتها وخليتها ترتاح شويه. عاد بد ما بدا نطيب خديت هذيك ديال الضو هي اللي غادي نطيب فيها. انا كنت في نفس الوقت كانت كطيب عندي كيكه في الفران، فمشيت جبدتها من الفران. بغيت نوريكم بانها راه ما كتلصقش. ديما فيما كندهن المول ديالي بالزبده وكندير عليه الطحين كنديرها في الفريغو حتى كتبرد شي شويه، عاد كنخوي عليها هذاك الخليط اللي وجدت. اللي غادي طيب كيكه ما غاديش تلصق. هذيك الكيكه غادي تشوفوها في هذاك اللون حيت كنزدت ليها اللوز كان عندي مطحون وكندرتو مع الخليط الداخلي، يعني ما كتاكلي هذاك الطريف ديال الكيكه فكتحسي بانك كتاكلي شي حاجه فيها لوز لداخل. داكشي علاش ما جاتش منفوخه بزاف حيت مي زدت عليها في الاخر ولات بحال هكاك، ولكن جات زوينه صراحه. فهنايا انا كنت نسرح المسمن وما كنطيبوش، يعني ندير ليه غير نص طيبه، يعني ماشي غادي نطيبو مزيان حتى كيقربوا يجي ولا كنبغي نحط داك الساعه، فعاد كنبدا نسخنهم وكنحمرهم عاد نحطهم. هنا في نفس الوقت كنت صايبت واحد البطبوط ولا المخامر هادو مسوسين، فطيبتهم وجدتهم دغيا كيف ما شفتوا. هادشي اللي وجدت درت كيكه، درت مسمنات وفي نفس الوقت درت البطبوط وعاد داكشي الاخر اللي كيتحط هكذا في الوقيته ديال كنت دايره لوز ايفيلي من الفوق فكله هبط لتحت. المهم ديما كطرى ليا هاد القضيه هادي، بعد مره كتصدق ليا بعد مره لا، فما جي مشكل. المهم كتاكليها راه كتحسي بانه راه كاين اللوز لداخل. هذه هي الكميه اللي كانت خرجت ليا في المسمن. ما عقلتش بالضبط واش 16 وحده ولا 14 وحده، ما عقلتش. مهم كانوا كفاوني في هذيك المده اللي كنت كنحطهم، يعني مثلا كنحطهم في الصباح هكذا ولا حطيتهم في كاسكروط فكيبقاو تبارك الله كيجيو زويونين كيجيو مرقين. بغيتي مسمن ديالك كيجي زوين هو انك تعجنيه وتخليه يرتاح على خاطرو، وداك الساعه عاد بداي تورقيه وتخبزي فيه. بالنسبه هنايا كنت وجدت الصينيه، كانت تقريبا بقات شي ساعه ولا نص ساعه بحال هكذا، صافي وجدت كلشي باش ما نبقاش مبرزطه. يعني ما غادي نجي غادي نبدا غير نحط صافي نسخن داكشي اللي وجدت ونحطو. وجدت بيصلات وجدت الصينيه وجدت كاع هادشي هذا اللي غادي تشوفوه هنايا. فمن موراها مشيت يعني شفت داكشي الاخر اللي كنت غادي ندير، يعني جمعت ليسباس اللي كنت خدمت فيها وهادي وجدت الصالون. شفت مهم شفت داكشي كاع اللي ناقص. وصراحه هذا هو الروتين ديالي، يعني قبل ما كيكونوا غادي يجيو عندي الضياف دائما كيخصني نوجد قبل ما يجيو باش حتى ملي كتجلسي معاهم تعطيهم وقتهم، تتجلسي معاهم تهضري معاهم، ماشي هي كتبقاي مبرزطه في الكوزينه. فهذا هو الروتين ديالي، نتمنى انه يعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.